السلام عليكم. من ساعة الحلقة بتاعة التعلق والناس بعتت لي عايزة يعني ستيبس كده تكون مترتبة ازاي نفك التعلق ده. بإذن الله هقول لكم على 5 نقط كده مهمين جدا تقدر من خلالهم ان شاء الله تفك التعلق لو يعني اشتغلت عليهم على اللونج تيرم او على المدى البعيد. الموضوع مش بزرار، يعني مش من اول ما تعمل ال5 حاجات دول انت هتبقى تمام. لا، الموضوع محتاج شغل على النفس. اول حاجه وحاجه مهمه جدا 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 عشان افك التعلق هي تقدير الذات، السيلف استيم. ودي يمكن اتكلمنا عليها في الحلقه، بس ما اتكلمناش عليها بشكل مستفيض بسبب يعني نظرا لضيق الوقت. تقدير الذات، لازم تقدر ذاتك كويس، لازم تعرف قيمة نفسك كويس، لازم تعرف ايه هي احتياجاتك، لازم تعرف ايه اللي بيسعدك. وده ممكن تعمله من خلال انك تدخل على جوجل تكتب مثلا آه، تقدير الذات او كورسات عن تقدير الذات. هتلاقي فيها كورسات فور فري على اليوتيوب، وفي كورسات مدفوعة لو انت حابب، بس هتلاقي يعني كل حاجة المحتوى فري او مدفوع، انت وراحتك يعني. بس دي اول حاجة، وحاجة مهمة جدا هي تقدير الذات. تاني حاجة، اعرف ايه اللي الشخص ده بيدهوني مخليني متعلق بيه، الاحتياجات اللي الشخص ده بيدهاني مخليني متعلق بيه، وابتدي اغذي الاحتياجات دي من مصادر تانية، اولهم من نفسي طبعا. دي برضو حاجة مهمة جدا، لان ساعات كتير جدا بنكون شايفين الشخص وشايفين ان الشخص ده هو مفيش حد خلاص هيعرف يديني الاحتياجات دي غير الشخص ده. وده بيكون كونسبت غلط جدا، وده اللي بيوقعنا في مصيدة التعلق اصلا. فكرة ان انا لو الشخص ده مش موجود فانا حياتي متدمرة، ودي حاجة من الحاجات اللي بتكون مدمرة للصحة النفسية عامة يعني، وبتخلينا احنا مش عارفين نعيش بدون الشخص ده. تالت حاجة وحاجة مهمة جدا، اني ادي الشخص ده اسمه وحجمه الطبيعي. يعني ايه؟ يعني بلاش بقى كلام زي قرة عيني، العوض، كل حاجة في حياتي. كل الكلام ده بيأثر علينا بشكل سلبي، وبيخلينا مش عارفين نعيش من غير الشخص ده، وبيزود تعلقنا بالشخص ده. ففكرة بقى ان ده العوض، وده احسن حاجة في حياتي، وده قرة عيني، والكلام ده كله غلط. ادي الشخص ده اسمه الحقيقي، ان هو شخص انا مرتبط بيه، تمام، اذا كان زوجي او خطيبي. واديله حجمه الطبيعي، ما اعملش الهاله اللي حواليه، لان هو اصلا شخص طبيعي، كلنا طبيعيين، ما فيش حد فينا سوبرمان في العلاقه، ما فيش حد فينا بيعمل حاجه اكتر من المفروض يعملها في العلاقه. فالطبيعي ان انا ادي الشخص ده حجمه الطبيعي واديله الاسم الحقيقي بتاعه، مش ان انا افضل افخم واعظم فيه، لان كل ما بفخم الصوره دي بتكبر جوايا انا. فبالتالي لما باجي انفصل عن الشخص ده، او لما يجي الشخص ده يبعد عني لفتره من الزمن، بحس ان انا مش عارف اعيش من غيره خلاص. تمام. فدي برضو حاجة مهمة جدا. رابع حاجة وحاجة مهمة جدا، الشخص اللي انت متعلق بيه خليه جزء من حياتك مش حياتك كلها. لان ساعات كتير جدا لما بنيجي نرتبط او لما بنيجي ندخل علاقة بنعزل نفسنا عن العالم، وبيكون الشخص ده هو عالمنا. وده بيكون غلط جدا. ليه؟ لان الشخص ده لو غاب كده شوية انا بحس ان حياتي فاضية، بحس ان مفيش اي حاجة ممكن تعوض الشخص ده. ليه؟ لان انا اصلا حطيت الشخص ده او عزلت نفسي عن كل العالم، وحطيت الشخص ده هو عالمي كله. وده طبعا بيكون غلط جدا. فخلي الشخص ده هو جزء كبير من حياتك، بس هو ستيل جزء من حياتك. عندك صحابك، وعندك اهلك، وعندك نفسك، وعندك شغلك، وعندك حاجات كتير جدا تقدر تشتغل عليها. خامس حاجة واخر حاجة هي ان انا اعد تشغيل الغريزه بتاعه حب الاستكشاف. يعني ايه؟ يعني الشخص ده هو بعيد ابتدي استكشف الدنيا، ابتدي انطلق، ابتدي اخرج، ابتدي اشوف حاجات جديده عايز اعملها. لازم اعمل كده علشان اشوف نفسي والاقي نفسي بعيدا عن الشخص ده وهو معايا في العلاقه برضو. يعني مش شرط ان انا منفصل عن الشخص تماما عشان افك التعلق، لا، احنا بنفك التعلق والشخص ده اصلا موجود في العلاقه لو هو شخص مش مؤذي نفسيا. فغريزة الاستكشاف دي مهمة جدا، لان احنا بنتولد بغريزتين، هي غريزة الاستكشاف وغريزة التعلق.
فالمفروض ان انا في غياب الشخص انا مشغل غريزة الاستكشاف، لما بحتاج الشخص ده بلاقيه، فغريزة الاستكشاف بتقف وغريزة التعلق هي اللي بتشتغل. فالموضوع محتاج بس شوية شغل على النفس، ونشتغل على ال5 خطوات دول على لونج تيرم ان شاء الله. هتلاقي نفسك ابتديت تكتشف نفسك، ابتديت تشوف حاجات حلوة كتير جدا بعيدا عن الشخص ده. ومش عيب انك تشوف حاجات حلوة، ومش عيب انك تكون مبسوط بعدم وجود في عدم وجود الشخص ده. كل الكلام ده مش عيب، بس احنا اللي بنصعب الدنيا على نفسنا بالاسامي اللي احنا بنحطها للناس وحجم الناس، وان احنا نعزل نفسنا عن العالم ونبعد عن صحابنا وما نخرجش. وكل الكلام ده بيكون اساسه مدمر جدا 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 للصحة النفسية. فحاولوا تعملوا ال5 حاجات دول، وطولت عليكم معلش، بس فيديو مهم جدا. سلام.